محتارة تطبخي ايه ومش عايزة تقفي في المطبخ كتير؟ النهاردة هقولك على وصفة منجزة جدا، مش هتقفي في المطبخ كتير واقتصادية وفي نفس الوقت مشبعة، وهتعجب الكبار والأطفال. قبل ما نبدأ بقى، أنا معاكم من مطبخ عامر. ما تنسوش تعملولي لايك وشير للفيديو وتدعموني باشتراك للقناة لو عجبكم. صلوا بينا على النبي بقى. والنهاردة بنعمل حاجة، يعني هي أكلة تقليدية جدا بس احنا هنخليها مش تقليدية خالص. ايه هي بقى؟ لو عندك كبدة وقوانص، تعالى اقولك على طريقة جديدة ومختلفة ليها جدا، وهتفتح نفسك اصلا انك تاكليها. الشكل غريب بس الطعم تحفة ويستاهل التجربة. بصوا بقى عشان اجوعكم، عشان تستحمسوا ان انتوا تكملوا باقي الفيديو. بص شكل الكبدة والقوانص اصلا قبل ما نحطها في اي حاجة شكلها يشجع ويفتح النفس جدا. خلاص، يلا نبدأ بقى على بركة الله. معانا بقى شوية زيت او اي مادة دهنية، بس يفضل زيت يعني. اول حاجة طبعا الكبد والقوانص كتير بتشتكي من الزفارة بتاعتها، فيفضل ان انتي بتغسليها وبتنقعيها شوية في مية فيها معلقة من الدقيق ومعلقة من السكر ومعلقة من الملح، وملاش الخل خالص. الخل بيظهر الزفارة، فهنحط نص ليمونة. طيب انا هنزل بالكبدة بتاعتي هنا، هديها بس ايه لون على كل جنب، مش هسويها تسوية كاملة. ونخلي بالنا هنا ان هي بتقعد تعمل فرقعة كده، ما نهديش النار قوي وما نعليهاش قوي، تبقى نار متوسطة معايا. تمام كده اهو. طبعا احنا نزلنا بالكبدة بس الاول، وهقول لكم ليه. اهم حاجة بس ان هي تاخد لون كويس جدا من الجنبين اهي زي ما انتوا شايفين. نحاول بقى، خلاص خدت جنب لون من الجنب اللي تحت. هقلبها كلها، ونخلي بالنا ان لو الكمية بتاعتي كبيرة ما احطهاش يعني كلها على بعض كده، علشان الكبدة بتاعتي ما تنزلش ميتها ويبقى الحوار يعني بايظ مننا، مش زي ما احنا عايزين. خلاص غيرت اللون بتاعها اهو. هبدأ بقى اطلعها في طبق على جنب. خلاص هطلعها بقى كلها، وهبدأ انزل بالقوانص بتاعتي. ليه ما حطيناهمش مع بعض؟ علشان الكبدة التسوية بتاعتها غير القوانص. زي ما انتوا شايفين كده الكبدة ما استوتش تسوية كاملة، ولكنها استوت يعني 3/4 سوا. عندي بقى طبعا القوانص والقلوب. القلب طبعا بنفتحه كده 2 زي ما انتوا شايفين، علشان يبقى ساعات بيبقى متكتل فيه كده دم، فنتأكد ان هو نضيف كويس. عايزة بقى تقطعي القوانص حتت صغيرة براحتك، عايزاها تسيبيها كبيرة براحتك برضو. انا بصراحة سبتها. هبدأ بقى اقلبها شوية برضو في الزيت، بحيث بس ان هي تاخد لون بسيط عشان الخطوة اللي بعدها. لو نلاحظ ان انا ما حطيتش اي ملح ولا اي توابل لغاية دلوقتي. طبعا اكيد هنحط، بس مش في الخطوات دي خالص. ليه بقى ما حطيناهمش؟ عشان انتي لو حطيتي اي توابل في الخطوات دي إيه اللي هيحصل بقى؟ هتلاقي ان التوابل بتاعتك اتحرقت في الزيت، غير ان هي طعمها هيقل خالص، هتتحرق في الزيت وتترسب في الجريل بتاعك، مش هتستفيدي منها باي حاجة غير ان هي اتحرقت. خلاص نزلت بقى ببصلتين كبار متقطعين جوليان كده، او متقطعين اي حاجة زي ما انت حابة، مع القوانص والقلوب، وحطيت معلقة من السكر علشان الطعم يبقى مكرمل كده. البصلاية يعني السكر بيظهر طعم البصل. مش حاطة اي توابل لغاية دلوقتي. بصوا بقى اللون عمل معايا ازاي. طبعا احنا قلنا ان القوانص بتاخد تسوية اكتر، فانا هوطي عليها النار خالص لغاية بقى ما احس ان هي ايه استوت. بصوا ابتدى السكر مع البصل يعمل كرملة، شكلها وطعمها هيبقى تحفة جدا. انا كده لسه بقى بسويها على نار عالية. هبدأ بقى اهدي النار عليها خالص، وسبتها لغاية ما استوت زي ما انتوا شايفين كده. نار هادية تماما. فضيت بقى عليها الكبدة بتاعتي، وكده بقى انا هبدأ احط البهارات بتاعتي، لان انا مش هسوي على نار عالية تاني، فالبهارات بتاعتي مش هتتحرق وهحس بطعمها جدا. حطيت نص معلقة من الكمون، معلقة من الفلفل الاسود، ونص معلقة اسفة نص معلقة من القرفة. والقرفة هنا هي اللي بتشيل اي ريحة زفارة معايا. ونص معلقة من الكزبرة، معلقة من دبس الرمان. دبس الرمان بيودي الوصفة دي في حتة تالتة رابعة، يعني في حتة حلوة قوي. جربوه مش هتندموا.
وحطينا بقى الملح بتاعنا وهنقلب كل الكلام ده. الوصفة كده خلصت؟ لا خالص خالص، اللي جاي بقى ده هو يعني اللي بينقلها برضو لحتة مختلفة تماما للناس بقى الأكيلة وعشاق يعني الكبدة. معاكي بقى قرنين فلفل كده رومي، ومعايا معلقة كبيرة من الثوم المفروم وعليه فلفل اللي هي الهريسة. بس لو مفيش فلفل احمر عادي استخدمي اي فلفل حار يعني براحتك خالص، مش عايزه تحطي فلفل حار بس المهم تحطي الثوم مع الفلفل اللي هو الاخضر العادي الرومي ده. هنقلب كل الكلام ده مع بعضه. طبعا احنا مش عايزين الفلفل بتاعنا يدبل، لا انا عايزة كل ده يتطعم بس كده مع بعضه وياخد طعم ولون. انتوا طبعا شايفين يعني الريحة هنا بقى مش عايزة اقول لكم، يعني هتجيب اخر الشارع والشارع اللي بعده كمان. اوعي تفتكري ان الوصفة لغاية هنا خلصت، لا تماما انسي. بصوا بقى انا هنا بجوعكم بوريكم برضو الدرجة اللي هي وصلت لها كده، كل حاجة خدت من طعم بعض وكله بقى مظبوط جدا. تقدري بقى لغاية هنا كده تاكليها جنب مكرونة محمرة جنب شوية رز براحتك خالص. بس احنا قلنا ان احنا هنعملها مش تقليدية، فاحنا هنجيب ايه بقى؟ عارفين العيش الشامي اللي هو الابيض ده؟ بس اهم حاجة يكون صابح لان انا جبته وكان للأسف بايت فبقى يتقطع معايا. هنبدأ نحط فيه الكبد والقوانص بتاعتنا بشوية الخلطة معاها. وهنحط بقى تركاية هنا برضو هتنقل الساندوتش بتاعنا ده لحتة برضو مختلفة، آه زي ما هوريكم دلوقتي، وهي الطحينة. هتحطي بقى عليهم معلقة كده من الطحينة، هتظبط معاكي الطعم جدا جدا، وبجد بتدي تيست حلو قوي مع كل الحاجات اللي احنا حطيناها دي. يعني الطعم يستاهل التجربة، جربوها مش هتندموا. زي ما قلت لكم خلوها العيش صبح. هندهن بقى الجريل بتاعنا او الطاسة بمعلقة او فرشة من بواقي الخلطة بتاعتنا. وبرضو العيش بتاعك ادهنيه من نفس بواقي الخلطة. عايزة اقولك بيدي طعم حلو قوي ولون حلو جدا للعيش. وبأكد عليكم تاني لازم العيش يبقى صابح وطري كده علشان ما يتقطعش معاكم زي ما انتوا شايفين معايا كده. جربوها يا جماعة، الوصفة حلوة جدا والله وتستاهل ان انتوا تجربوها، غير ان هي يعني تعتبر جديدة شوية. اهو هنقلب العيش بتاعنا، هنطلعه بقى وبألف هنا وشفا. ما تنسونيش من دعوة حلوة. طبعا الوصفة دي هتعجبنا جدا، والناس اللي بتحبش تاكل لحمة بقى في العيد او مش من اكلة اللحمة اعملوا الوصفة دي هتعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.